الف شكر، الف شكر. مساء الخير، الحمد لله على السلامه. احنا طبعا جاهزين من الساعه 12، بس انتوا تقال في الحته دي. احنا يا جماعه بعد كده الميعاد 8، هنقفل المسرح 8 و10 عشان اللي جاي بدري يستمتع على طول. اوكي؟ ده انتوا كلكم متاخرين. اعوذ بالله. نبدا الحفله، نخش في الموضوع. عزيزتي السائله، اختي، صديقتي اللي موجوده في المكان، اوعي تثقي في راجل بيحكي الخناقه اللي اتخانقها في الشارع، لان احنا بنتضرب وبنتهان واحيانا بنجري في الشارع. اي راجل يقول لك ان هو كان في خناقه وبرم ما تصدقيهوش، الا لو قال لك ان هو اتضرب. كم راجل هنا اتضرب في الشارع قبل كده؟ لا، انا حاسس ان انتوا بتشاوروا. طيب للمره ال 530 انا ببقى واقف على المسرح، مش شايف حاجه، شايف بؤرة اضاءه حواليها اسود، كاني بعمل ستاند اب كوميدي. ما نشاورش يا بروح امك انت. يعني نعمل صوت زي ما بتعملوا في حفلات حماقي وخرب اختي وبتاع. ادوني شويه ما يحصلش حاجه. كم راجل اتضرب هنا في الشارع؟ لا مش بفخر، مش بفخر. انا الاول انا اتضربت وما انا جاي اتكلم في ايه يابا. بسم الله. انا دخلت اتخانقت في وكالة البلح وخرجت حي. وكان معايا 5000 جنيه، مش ده الموضوع خالص، لكن كان معايا بنت. كان معايا صديقي ودراع اليمين محمد نجيب، نسمع له تحيه كبيره جدا جدا معايا في التيم. عندنا فوتو سيشن، عارفين النجوم بيعملوا فوتو سيشن كل فتره، فرحت كنجم الوكاله اجيب لبس شكله مقطع وقديم ورخيص، الناس اللي بعضيها ما جراش حاجه. فماشيين في الشارع، طبعا ماشيين انا ونجيب بقى كلاب ويلف عشان معانا بنت، فماشيين بقى نحضن بقى. عارفين انتوا احنا بنقمبز قوي في المواقف اللي زي دي. لا هنقعد في الكرسي، لا تعالى انت بس عشان رجاله وبتاع، وكاننا في جريمه تحرش كبيره جدا، ايفنت مغتصبين اطفال، فبنكبر الموضوع قوي. فعيل خنزير، هو مش موجود صح؟ عيل خنزير ابيض لابس بلوفر ابيض وماشي على سرته، ماشي على المثانه، مش ماشي زينا ده هو ماشي كده اللي هو عايز اتخانق مع علي قنديل. جاي في وشنا وهو على نفس اللاين مع ضحى، وانا ومحمد على الجناب. هنعمل ايه؟ فمحمد بيوسع كده عشان يديله، بيغششه يعني اللي هو افهم معانا حريم تعالى كده. لا ما فهمش انا داخل في المره اللي قدامي دي. عند اخر كيو بكل نبل وبكل ادب ولاد البلد، حاسب ابن عمي كده، فايدي جت في حته. انا ما قلتلكوش الموضوع ده، هو ده سبب الخناقه اصلا. الواد افتكرني بتحرش بيه وانا معايا بنت زي القمر اصلا، فلو اكيد كيفي لو زباله مش هقدر امسك، وهو الواد يعني مش خلاب قوي كده، هو مفليط بس مش موضوعنا يعني، ما تخافوش يا احميكم. والله افتكرت الواد كده. هي المشكله مش في الواد، انا غلطت غلطتين. الغلطه الاولى ان هو بعد ما عملت الحركه دي، وانا مش قصدي طبعا هذا البتاع هذا الموقف، مش يا نهار اسود علينا لا والمصحف، مش قصدي الحركه دي، انا قصدي ان وسع بس كده، ما جاتش قدام جت ورا من الاخر عشان وده اللي زعله قوي. يعني يمكن لو كان حصل العكس كان بص لي اللي هو واو ايه، ونتقابل على نتفليكس بالليل انا وهو او حاجه. فقلت له حاسب ابن عمي كده. انا غلطت غلطتين. الغلطه الاولى ان هو لما لف وقال لي ايه الزعل، هو مفيش حروف. لو حد منتظر حروف في الخناقه انا مش فاهم ولا كلمه اتقالت اليوم ده. انا زي ما اقول له انا ما اعرفش مين الرابع في الوقفه اللي احنا واقفينها اللي هو عايد عليه اللي احنا بنقوله. انا غلطت اول غلطه ان انا لفيت
اكيد واحد زي ده مش هنقعد نتناقش مع بعض واحنا بنشرب لاتيه ان هو كان هيخبط البنت اللي معانا. فقلت له يا عم انا ما لمستك بالراحه، قلت لك يا ابن عمي خليك شواف وبتاع، وبحاول بقى اللي هو ايه، انا في وكاله البلح يابا، فعايزين بص التوك توك يبقى متعلق في وشنا كده تاتو. مفيش، شعر طويل وتاتوهات وحوارات. في الواد ده تعال تعال. دي اول غلطه. الغلطه الثانيه ان هو لما زقني ضربته بس. هو زقني زقه، راح خبطته خبطه وبنيه كمان تقريبا. بارك الله فيما رزق. الله العظيم 3 اقسم بالله اقل من 6 ثواني 35 بني ادم بيضربوا في المطلق. هم دخلوا الترند، في 3 اتضربوا ظلم معانا، يعني هم كانوا واقفين بس ايه هو في ايه الموضوع، خد في وشه. عارفين البوليس السياسي في الخمسينات، اي غباوه هنقبض على المخبرين كده. دخلوا فشخونا. وتحيه كبيره جدا لمحمد نجيب اللي ما جريش في الخناقه وفضل واقف. وستر ربنا الحمد لله ان احنا عرفنا نسد معاهم. احنا متعورين ومخبوطين وحالتنا حاله، بس الحمد لله ان احنا سدينا معاهم في نص الخناقه كده. قلت لهم بقى ايه، مين كبير المنطقه اللي نتكلم معاه؟ اصل يعني انا بروح امي وانا جاي لهم من جاردن سيتي، فانا هبقى بفهم في الاصول بتاعه الوقفه والهرش في الاعضاء يعني فاهم انا ولا فاهم ولا نيله. فبداوا وقفوا بقى كده لحظه، لا استنى ده الكلام اختلف. مين فينا الكبير بتاع المنطقه؟ كيلو باميه دي. ففي 5 نزلوا من على وداننا شويه، باقيين بيرفضوا. الناس بتتكلم معاك ايه اللي حصل، وفي واحد جاي بيعمل الحركات ببقه مخيفه جدا، عاضد لسانه بالمقلوب، وفي جينز في بقه ما تفهمش ده ايه، ولو تفتف هيطلع مواس في بقه. لو حزق ممكن ينزل مواس، حاطط مواس في كل حته من المره، وده تخش كده بتاعت واحنا بنتكلم مع الراجل. فالراجل قال بس واحد كده ظهر من حيث لا نحتسب لابس اسود في اسود، ودي حاجه مبشره جدا في الخناق. قال لحظه بس ايه اللي حصل؟ قلت له يا عم ماشيين معانا واحده ست وهو داخل يخبط فيها، بقول له حاسب يا ابن عمي. قال لي ليه وليه وبتاع وكده ينفع؟ قال لحظه واحده. فجاه الناس سبتت في الخناقه. قلنا ما انت كريم يا رب، ناخد نفسنا. خدنا نفسنا، رجع قال انا سالت الراجل وانتوا الاثنين ولاد دي. انا مستعد اتحمل غضب الوكاله كلها الا الراجل ده، لان هو باشاره واحده منه السفن هتدخل علينا. الموضوع بيكبر والنسوان بقى بتصوت ما حصلش حاجه يا مره يا بنت زهدي، ايه ما حصلش حاجه. المهم خرجنا احياء. وهنا محتاج اتكلم مع البنات الاول لحظه. كم بنت حضرت خناقه في الشارع قبل كده؟ شوف هنا الفرحه منطقيه مبرره. بحب قوي نتفرج. احنا اصلا الخناقه عندنا في مصر اصلا زباله. ما تضربوا خلصوا، لا ما نقعد بقى والله تشكيك في قدرات الاخر، ولا والله لا والله والله لا وريني خلص خانق ولا لا. لكن لا وريني كده، تعرفها منين؟ مش وقت تساؤلات وحوارات صحفيه، مش وقته. من فضلك انتوا بتعملوا حركه ممكن تدمر مستقبل راجل، لان احنا مش عارفين الضربه الجايه جايه فين. اعرفي ان لو انت بتتخانقي ومعاكي راجل، او لو الراجل بيتخانق بمعنى ادق وانت موجوده في الخناقه، فانت البوصله بتاعت الخناقه، انت الكباره بتاعت الخناقه، انت نقطه الارتكاز بتاعت الخناقه. بس يلا نقطه الخناقه تمام. فانت لما تترزعي في مكان اتمسمري في ميتين امه ما تتحركيش. انا كده كده هتضرب، بس عايز اطمن عليكي، لان انا لو خدت بنيه بسيط ما لقيتكيش في افكار وسخه هتيجي في بالي ان هم خدوكي، فساعتها هحس هتاخد انا كمان، فهتبقى ازمه. من فضلك اتمسمري في مكانك، وبلاش بقى المقاوحات الفارغه. في بنات بتقاوح في الخناق مقاوحات هتتدخل. يعني احنا 2 ملموم علينا 35 راجل والله العظيم ما ببالغ، ومحلات بتتكسر وشغلانه، هم بيكسروا في بعض، احنا بنتضرب في مكان، والموضوع كبر هناك، ما احنا مالناش دعوه والله، احنا كنا بنتضرب. الموضوع كبر جدا. فاثبتي في مكانك من فضلك، لان انت هنظبط عليكي دلوقتي، فما تتناقشيش مع حد. بقول لك ايه، انت بتبقى مروحه في اوبر، لو خدت شارع زياده ومشي فيه 40 دقيقه انت شاكه انه بيخطفك. تقعد 40 دقيقه يا ترى ده بيخطفني ولا لا؟ انا بفكر اخد موقف. طبعا انا هشير لوكيشن مع اخر رقم انا مكلمات طيار بتاع كنتاكي.
تعرفيش تفكري، حتى مش عارف تكلمي اخوك ولا ابوك ولا حد صاحبك ولا حد قريب في المنطقه. لا انا مخطوفه فانا هعمل نفسي ثابته، بس انا لو حد كلمني صوتي هيبقى رفيع جدا. ايه في ايه؟ وبتتخطفي فعلا، وبنعرف بعدها باسبوع وانت حته بقايا جناح فرخه راجعه. انا اتخطفت بكبرياء، وده مش مفهوم بالنسبه لي. فما تجيش في الخناقه بقى واحنا بنترازى وبنتبهدل. على فكره مفيش معلومات، ما حدش هيسمعك. لو ايه ثواني يا جماعه، ستوب اللعب. ايه يا استاذ؟ بتفكري في ايه وانت داخله في خناقه بتقولي على فكره ده وقت ضاع؟ في 2 اتذبحوا على فكره دي، وانتوا اللي غلطانين. غلطانين ايه؟ مش وقت ضفاير يا اختي وشيبه وخط بشير، احنا تانية تالت وانتوا غلطانين. بنتداس بنتهان في الشارع. يعني كفايه ان احنا معانا ست، مش لازم يعرفوا ان انت عبيطه. انت بتاخدي موقف. والله بجد انت ما بتاخديش موقف في العادي مبين قوي كده وفج قوي كده، جايه تاخدي موقف وانا بتضرب. طب استني وانا بضرب عشان يبقى انت تبقي جبانه مش عبيطه احسن. اللي هو بيضربكم فانا هتكلم، اداني براحتك لو انا بضرب. لكن شايفاني بلحس الارض وبحلق دقني بالاسفلت والناس بتتقافز وبتتناوب الاعتداء عليا، والحمد لله ان البنطلون الحزام بس اللي فك. ده ستر ربنا. ايش اسكتي خالص، ادعي. احنا مظلومين وهم مش هم غلطانين. قولي يا رب، يا رب انت العالم ان هم معتدين علينا. يا رب كرمنا بان الولد ده ما يضربش جامد. ما تطلبيش ان انا اضرب، انا مش عايز اضرب، انا عايز انجو. فاسكتي. عشان كده تحيه كبيره جدا جدا لضحى، مكان ما وقفت اقسم بالله. انا كنت مرعوب على 5000 جنيه اللي معايا. حفله اسمها ريد فلاج. العلم الاحمر مش القميص. يا جماعه انا في مسنك بيني وبينكم بقاله فتره، مش فاهم ردودكم عليا. بس الكلام النهارده هيزعل ناس كتير جدا. احنا بنتكلم عن علامات التحذير. الاول كام واحد مصاحب هنا؟ – 2022 ده الحفله اللي قبلكم كانت الدنيا مليطه. اوعوا تكونوا بتشاوروا. كام واحد مصاحب؟ موجود. طب انا فطرتكم نباتيين كلكم، ما ينفعش. دول مصاحبين صح؟ كام واحد متجوز؟ انا كبرت. انا بادئ الستاند اب كوميدي من زمان، من ايام ما كنت بسال كام واحد مصاحب، هم 2 قاعدين جنب بعض ورا خالص بيرفعوا ايديهم ورجاله. فجأة كام واحد مصاحب ايه؟ كأننا في السعودية. وفجأة المتجوزين كتير. في الايه؟ بس يا بنت سيتي ايه؟ اسكتي. انتوا بتستغلوا الضلمه وخد بقى في اسنانك. انا عارف. طيب اللي انا هقوله ده يا جماعه كلام مهم جدا. احنا وصلنا لمرحله من البديهيات ان احنا عاملين حفله ساعه كامله نتكلم فيها عن لما تشوف تحذير احذر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته بيبعت لك علامه، انت لا. I can fix him. يعني الواد معروف انه بتاع بنات مبدئيا، لسه مش عارفين طموحه هيوديه لحد فين. بس انا لا، انا هغير وجهه نظره عن العالم كله. انا مش هخليه يشوف غير انا هخليه يقلب جاي دلوقتي. هو بتاع بنات، وربنا بعت لك علامه لانه اتحرش بصاحبتك. صح يا بنات ولا لا؟ هيس كذابين. طيب انت عارفه من الاول انه هو بتاع بنات، خلاص بتاع بنات. انت بقى حاولي تشاركي معاه، تتصرفي معاه. ما انصحش بالسكه دي اصلا،
لان في يافطه مكتوب عليها احترس امامك بتاع بنات. خازوق. لنا هنا وقفه. تعالوا نتكلم عن ماهيه الخازوق. الخازوق مش معروف هو مقاسه كام ولا معروف توقيته، لكن من رحمه ربنا بيبعت لك علامه يقول لك خلي بالك في هنا مشكله. زي بالظبط اليافطه بتاعت المطب. احنا لما نشوف يافطه فيها مطب بنعمل ايه؟ بنهدي، لان الله اعلم المطب ده عامل ازاي. لا باخده ده انت بقى ايه، ما تسوقيش تاني، ما تسوقيش تاني. يعني خدي مره 2 كفايه. لقيت ان انت مش بتهدي، حرام، العربيه دي مصاريف، صح؟ لما بندخل كومباوند عشان البنات اللي بتتجمع اللي بتحضر عندي الحفلات بقى لها فتره، وانا مش عارف بجد ليه بجد هم بيعملوا كده، وانا راجل فلاح من كفر الشيخ بيئه جدا صاحبي. تحيه كبيره لكفر الشيخ يا جماعه، هنتكلم عنها. لما بندخل مدينه جديده او طريق جديد ما بنحرقش ولا بنتصربع علشان احنا مش عارفين احنا مقبلين على ايه. الله اعلم، في مطب، نقره، بلاعه، كلام بديهي جدا، مش عايز حد يقاطعني ارجوك، انا عارف ان هو بديهي، صح؟ ده احنا يا جماعه بننتبه لو احنا ماشيين على الزراعي ولقينا الناس فجاه بتهدي بنقول بس يبقى في رادار، فبننتبه في سبيل الله. مجرد واحد هدى كله هدى، ايه الرادار، الناس بتهدى. طب ليه في العلاقات بندخل بقلب ميت وكاننا ضامنين معانا بروفا ان والله ما فيش خازوق وبتاع؟ ليه؟ ده في تحذير دايما. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا بيبعت لك تحذير محترم يفرقوا الطفل الرضيع اللي مش عارف الفرق بين البول والبراز، بيبقى فاهم ان دي كارثه. بس انا لا، انا عندي عشم في ربنا لان انا اتخزوقت كتير وانا بائس. يا بقى ربنا كرمك وادالك عقل تميز بيه انت بتعاند مين، عشان نرجع نشتكي ونقول ان الزمن مبهدلنا في حياتنا وما عندناش مخ وبنفكر بسرتنا. ليه يا رب الظلم ده؟ لا مش ظلم، ربنا ميزنا بعقل، بس احنا عشان بائسين وعندنا احتياجات ومحتاجين حد معانا فبنقول يا رب يا رب ما يبقى خازوق. هو شكله خازوق، انا هعتمد بقى على لياقتي البدنيه ومش هاخد الخازوق ده باذنه هيزعل. اي وماله. احنا ليه بننكر الريد فلاج بقى؟ ليه بننكر التحذير؟ لان احنا من جوانا عارفين ان شاء الله ان شاء الله العلاقه هنتعامل معاها ان هي تجربه، وهي العلاقه مش تجربه، ما فيهاش. ده حد من التليفون ولا المركب؟ يلا يا بنت هيصي، قوم يا بنت، يلا هوبا. ثواني، نهار ازرق على الهيصه. عندنا عشم كده غير مبرر، وفي نفس الوقت بنتعامل مع العلاقه ان هي يا صابت يا خابت، مش ان هي ممكن نبقى احنا 2 ولاد حلال، احنا ال2 كويسين بس مش مستنيكين، مش على مقاس بعض. لا، واحد لازم يطلع ابن هنا، واحد غلطان وواحد ابن لازم. عشان كده في تلقيح على فيسبوك بتشوفوه، بنات اول ما ترتبط لقيت الراجل هيقعدني احنا بابي، لقيت البتنجان يا سعادتي يا سعادتي، بصوا دبلتي خطوبه الصور معانا اهي، لابسين كرافته زرقاء وانا فستان ازرق عشان يتقال ان احنا متفاهمين. والله ما قصدي. تمام. انتوا يا جماعه على فكره حلو. وفجاه نفس البنت في نفس الاكونت صوره ابيض واسود وصوره الكلب بيتمسح في واحده ومكتوب عليها رأيت خصالا ليست في البشر الإخلاص. الإخلاص يا محمد. لازم واحد يطلع حيوان. كم واحد بيطلع من العلاقة يحاسب نفسه كده ويقول إيه؟ أنا في العلاقة دي كنت أناني، كنت شهواني، كنت طماع، ما كنتش كويس، لازم أتعلم ده عشان أبقى بني آدم أحسن. لا يا بني آدم أحسن إيه؟ أنا مش غلطان. يا بص البنت دي مبسوطة قبل كده، ارمي اي قنبله على سمعتها عادي في الوقت اللي انا كنت بوعدها ان انا هكمل معاها. لا 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 لا، المجتمع بتاعنا فيه مشكله ضخمه جدا. ريد فلاج احنا متعودين والله هيطلع اي حاجه احنا مش غلطانين. يا جماعه هو في ريد فلاج في الدنيا اكبر من عربيه الكبده؟ انا عايز حاجه واحده مطمئنه في المشهد. انا مش هعد لك في كام علم احمر متضفر يا اختي، حاجه في الشارع ده رقم 1. وسط العوادم في رمسيس الناس واقفه تاكل.
طعمه حلو يبقى انت كده مش انسان. والطعم الحلو ده توابل، هات اي كاري واي كزبره ناشفه وحطها على الكبده هتبقى طعمها حلو مع شويه توم وخل. تعالى احكي لك ايه الموضوع. سيبك من الطعم، احنا بنتكلم عن انسان بياكل. التغذيه ده حاجه مهمه المفروض. انا راجع لبديهات بعيده قوي، احنا كده رجعنا صوت الويندوز. لا لا لا، انت يا عم كبده حلوه والطعم حلو زي كنتاكي اللي هو اصلا فراخ من الكهرباء. تمام. سيبك من الطعم، بنتكلم عن الانسان اللي بياكل عيش. وعلى راسي والله العظيم يا حاج احمد، الراجل ما يعرفش ان في اختراع اسمه قصافه الضوافر. يا ما عمري ما شفتهم في حياتي قوي الناس دي. انا اصلا لسه جايب على المكنه من الرحاب دلوقتي، مش عارفه اللي انت بتتكلم عنه ده خالص. الراجل بقى عنده حوافر، السيجاره في بقه بتقع في السجق اللي انت بتاكل منه وبيسالك كام سجق، والطافيه بتقع بالتصوير البطيء بتقول لك يا ابن المجنون. عربيه كبده ايه؟ كبده الراجل معاه قماشه بيمسح بيها تحت الرغيف، بيمسح بيها البتاع من بره اللي عليها عوادم. واحد صاحبه معدي الجزمه وسخه بيقول له خد ايه المنظر ده، خد معاه قماشه بيمسح بيها الكون. واحنا عادي ما شاء الله عربيه ليه؟ لان لو بطننا وجعتنا نقول المشكله في العربيه بتاعت الكبده، مش في ان دماغنا اللي ربنا اداها لنا بتقول لك ده. كل دي تحذيرات تحذيرات. انا نسيت اقول يا جماعه ان انا مش واقف برجلي على كنترول ايه في المطلق، لان اكيد في عربيات نظيفه، لكن انا بتكلم على المنظر اللي انا وصفته. لو العربيه اللي حضرتك بتقولي عليها فيها الحوافر بتاعت الراجل، فيها العطس اللي في السجق، فيها الناس اللي في يبقى اكيد مش نظيفه. بس في عربيات طبعا نظيفه. هو انا كلامي تعميم؟ احنا محتاجين نتكلم مع بعض شويه. يعني يعني هو الكلام معناه ان كل الرجاله بتوع بنات؟ انا هوجع دماغي ليه؟ طيب للي مش عارف ايه اللي حصل دلوقتي، لان انا متاكد ان في ناس بصت ايه اللي هو في ايه؟ في عرف هنا ان انا لما بشرب ميه البنات بتتبسط قوي، لدرجه الحفله اللي فاتت في ست قاعده مع بنتها بتسالها فيها يا ماما، قالت لها هو كده لما بيشرب بنسقف. انا ما اعرفش يا جماعه اقسم بالله، ومش مدافع لهم فلوس، بس هم حابين اللقطه دي. اي كلام ده بيشككني فيكم ان انتوا فاهميني. انا ببقى عايز اتكلم في موضوعات مهمه، بس اللي بيحصل ده بيشككني ان احنا على on the same page you know. تحيه كبيره جدا الاستاذ مجدي اللي بيدخلنا كلنا نقعد على مكاننا. حبيبي يا استاذ مجدي تسلم. طب يا جماعه عربيه الكبده ليها علاقه بالشهوه والاكل، فمش هندخل فيها كتير، فمبرره او بمعنى ادق مفسره. السؤال بقى الارتباط اللي مليان الريد فلاجز ده احنا ليه بندخله؟ هو يعني ايه اصلا ارتباط؟ بالبلدي عاشق ومعشوق، اتنين جواميس. والله بكلمكم بامانه وعن تجربه. اتنين جواميس جمال جدا قرروا ان هم من دون كل الاختيارات دي يكملوا مع بعض. خلاص يا حبيبتي انا مش عايز حد من الدنيا غيرك، يا حبيبي انا مش عايز حد من الدنيا غيرك، يلا نعيش مع بعض، يلا نعيش مع بعض. في الاول كل واحد فيهم جميل قوي، الراجل ما شاء الله سكسي قوي، لسه اما يدخل قميص في البنطلون الانبوز ويبقى راجل البيت ده موضوع تاني، والفانيلا والمانجا اللي في الشارع في المطلق. الست يا عيني ست بيت، تلاقي ملعب، تلاقي كله، تلاقي يلا بس نخش. وهو الراجل متفهم جدا ومتحرر جدا. يا حبيبتي اقلعي وماله. هل بعد الجواز هي هسيبها تقلع؟ هل بعد الجواز هتطبخ؟ لا هنقعد بقى لبعض. قصدك ايه؟ لا هو مفيش تفاهم بقى. قصدك ايه؟ طب مش لعبه طلقني. ما هطلق، استنى في عيال، في قسط، في ايه؟ احنا ايه اللي جابنا في المزنق ده؟ ما انا كنت قاعد لوحدي، ايه اللي حصل؟ لسه بعد الجواز هنقعد بالكلات حرفيا بقى، خلاص هنشوف بعض على عيبنا. شوف بقى اللي قاعد بيلعب في سرته طول اليوم وكانه بيبحث عن كنز مفقود. يا حبيبي خلاص بطل لعب في سرتك. لا ما عادي مفيش حاجه، عادي مفيش حاجه. ليه الارتباط ده ليه مفهوم عامل زي معمل كده كيمياء، عنصر الف عنصر ب، تمام، والناس بتلضم مع بعض وتتبسط المفروض. والمفروض ان ده بيتعمل في معمل، يعني في حاله خاصه. فتلاقي السيد بيحب يبقى معاه امينه، خش يا ناس راجع من ورشه العمل بتاع،
وهي بتحب كده ذكر قوي حلو سيبوه. خلصنا من اتنين اهم، اتنين ما بيجيش. المرأة لا، ازاي اكلمها كده يا ست كيفها كده، ما انت كيفك كده في حاجات تانية، خلصي. خلصي. مناصرة المرأة الحقيقية ان انت تخليها براحتها، مش على مزاجك انت كمرأة تانية. في واحد تاني اللي هو بيبعت لك على الازهر كلبك وخدامك والحاجات دي. احنا عارفين، ودايما اسمه هاني تقريبا. بتتكرر كتير صح؟ سيبوهم. هو عايز بقى مسترس حياتها كلها جلد بيلمع وماسكه بتاع يعني كرباج، وهو اصلا مسطره 50 سم. سيبوا الناس براحتها، طالما بره عننا يبقى مش بتاعتنا بقى ولا ايه؟ لكن احنا قاعدين ايه ده، هما الاثنين دول ازاي؟ انت مال امك. انت تتعامل في حكايه ان الاثنين دول مش مرتاحين لو انت داخل بالورب في العلاقه دي، ودي حاجه مش هينفع نقولها على المسرح. فاللي بيتكلم في حاجه زي كده يبقى عارف ان هو داخل في حته يعني شويه شاذه، مش بتاعتنا خالص. لكن احنا ليه بنرتبط بقى؟ مش في دوافع للارتباط؟ في ناس بترتبط لمجرد الضروره. احنا كعالم محتاجين نتكاثر، فانا هتجوز لان احنا محتاجين نجيب عيال، لان هذا العالم الامن العادل المطمئن انا حابب اساهم فيه، حابب نزيد في هذا العالم المطمئن. يعني الناس من الزحمه في المترو الناس لازقه في بعض لدرجه ان لو حد فكر في حاجه التاني بيقول له حلوه. الناس كتير. يطلع مش انتوا معايا ولا ايه؟ لا الدخان ده من الاول. ان شاء الله خير، ما تخافوش احميكم. مش مقنعه خالص. في ناس بتقول لك من باب الضروره في هذا العالم الامن اللي فيه واحد حيوان كل خفاش فشخنا كلنا. بقالنا 3 سنين مش عارفين نسلم على بعض، مش عارف احضن امي لما بشوفها من القلق. في واحد الله اعلم كيفه في الخفاش ايه، كلوا باتيه بانيه فاهيتا، سلقوا الاول حط زعتر بقى كيف زباله. بس هم معذورين، مفيش موارد، الناس كترت ومفيش موارد تحصل. احنا بالنسبه لهم طبعا اعجوبه. احنا ما بنسيبش حاجه من الجاموسه الا بناكلها على اساس ان الحاجه اللي هتاكلها في الجاموسه هتبقى مفيده للحته اللي زيها في جسمك. احنا فقراء مش عايزين نهدر حاجه. حتى القرن هنعمل بيه عمل سحري ونحطه في الشقه الجديده بتاعت المنيب عشان المره بنت الذين لما تحمل تخلف قطه. في واحد اقنعها ان لو جابت قرن جاموسه الست هتخلف قطه. تمام. انا مبطل بني ادمين بقالي 3 سنين، والله فرقت معايا قوي، بقيت بلاقي ركنه في حياتي. ما بنسيبش حاجه يا جماعه. ده في سندوتش رحت كلته في اسكندريه في مره، فبقول للراجل عايز اجرب حاجه بما اني في اسكندريه وبتاع، عايز حاجه اسكندراني، انا كنت اقصد سمك. جاب لي سندوتش اسمه حلالي وقال لي بسرعه عشان بيلزق. قلت له زي الكوارع كده، قال لي لا اهم من الكوارع. قلت له انا كل ده فاكره سمك وكلته. بتاع ايه ده؟ قلت له بتاع ايه؟ قال لي بتاع الطور. فعملت نفسي عادي ما عنديش ازمه، بس فضلت لمده اسبوع مرعوب. ايه اللي انا اكلته ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قال لك مفيد الحاجه اللي خد بالك مفيده، مش مفيده، مفيش الكلام ده. في ناس بتقول لك الضروره من ان احنا هنتكاثر في هذا العالم الامن. في ناس عندها الاحتياج، يقول لك الانسان محتاج انسانه، ايه الانسان محتاج انسان. تمام، which is حاجه ربنا خلقنا بيها، مش حاجه عيب على فكره، مش حاجه عيب، ده طبيعي، غريزه طبيعيه وببلاش وبتبسط الناس. المفروض مش بتبسط الرجاله بس، عشان احنا عندنا مشكله ضخمه بقى لها اكبر عدد زائرين المواقع الاباحيه، الناس عايزه تحول لنقاد. حلو الراجل. لا كتير لا هات ايه يلا. عندنا مشكله ضخمه والمنشطات والحاجات دي، فعندنا مشكله ضخمه. فالاحتياج اكيد حتى لو سبب هو مش سبب كافي ان انت تجيب حد من بيته من بيت اهله وتتجوز لمجرد ان انت ما ينفعش. ده سبب مش محترم اطلاقا. عشان كده هو احد اسباب الطلاق الكتير، لان مجرد قطف المانجا خلاص. والرجاله بتحب الفواكه.
احنا في طقم ورا بنات. ايوه دول اللي هناك دول ما بيصدقوا حاجه تيجي على الرجاله. ايوه اقول لهم ايوه يلا عايز. ده حقيقي الرجاله عينيها زايغه جدا ومش محتاجين كل المصاريف دي الرجاله والله. يعني البنات بتعمل كميه بادجت في الشهر على كحل وايلاينر ومش عارف ايه، ما تشوفش الكلام ده. انثى فيها الروح لايك فيش يبقى بيحارب على ماسنجر بيتكلم مع واحده حاطه صوره بطوط، شخصيه كرتونيه ذكر بس عنده حشم في ربنا يا رب، مش تطلع حلوه تطلع انثى. والله نقاش عندي من فتره طويله بيعمل مش عارف حاجه كده، بيدهن لي حاجه وبعدين فجاه في سيده محتشمه جدا منتقبه ماشيه، مفيش تفاصيل باينه، انت مش عارف الخطوه بدات امتى، مفيش اي حاجه باينه. هو شافها كده قول له ايه؟ انا كراجل فايتني ايه؟ انا معاك ماشي يلا نقول له ايه اللي انت شفته خلاك عايز تقول له؟ لان انا مش عارف ايه اللي حصل. قال لي يا باشا تخيل. مش هنعطل احنا كرجاله، مش هنعطل، فوفري مصاريف يا بنت الناس. هي والله ترقيعه بالكعب العالي على الرخام في الفندق هوبا. الرجاله حتى الراجل المحترم بتاع الريسبشن اللي بيشوف الحجز بتاع الاوضه وهل في تاكيد ولا لا، عند لحظه بتلاقي الحاجه بدات رابعه. ريح دماغك وادعي ربنا من قلبك المصاريف تطلعها زكاه عشان ربنا يرزقك بواحد كفيف. أأمن علاقه في الدنيا ست صادقه ورجل كفيف، او ست خرصاء ورجل كفيف. ايوه كده اظبط كتير. ففي ناس عندها الضروره ان احنا نزيد، ده شايفينه سبب ان هم يبقوا في علاقه، في ناس شايفه الاحتياج سبب ان هم يبقوا في علاقه، وده سبب قذر جدا. هو وجوده في الحياه مشرف طبعا وطبيعي، لكن لما يبقى سبب ان احنا نتجوز ده اكيد مش حاجه محترمه. في ناس شايفه ان هو بمجرد توفر المقدره. واحد يقول لك والله انا مستعد، في مقاومات للمقدره بقى. ذهنيا احنا مش جاهزين، احنا ذهنيا مش مركزين يا جماعه. انا ناسي حاجه، احنا طول الوقت ناسيين حاجه. انا دخلت الحمام انا ليفت ظهري ولا ما ليفتش ظهري؟ هو انا غيرت البوكسر ولا ما غيرتش البوكسر؟ هو انا دفعت الايجار ولا الايجار اللي هو نص مرتبي دفعت ولا ما دفعتوش؟ ادور على ورقه، هو انا بشيل وصولات فين؟ هو انا هات بقى الانسان ده حطه مع انسان تاني، هو انا متجوز ولا مش متجوز؟ اهلا مساء الخير، ازي حضرتك؟ اتفضلي. الحمام فاضي. الناس في حته تانيه لان هم ذهنيا مش فاضيين وعصبيا. يا جماعه احنا كمجتمع بقينا عصبي ودموي وشرس جدا جدا. الناس بتتخانق مع بعض في الشارع على اتفه الاسباب. الشارع ممكن يقف صلاح سالم اللي هو 140 حاره، يقف عشان في اتنين كاد ان يتلامسا، ففي حد منهم خد على كرامته مش تحاسب. لما يخبطك بقول له مش تحاسب، ماشي كوره. لكن لا احنا متعصبين. فتخيل بقى تجيب اتنين متعصبين تحطهم في مكان واحد، ايه الناس بتقول صباح الخير ومكشره صباح الخير، لا ما تردش. اللي يقول لك صباح الخير ما تردش. عندي في الاسانسير مطلعين عين امي، صباح الخير ايه اصلا ايه، وبيرجع لورا كده في الاسانسير كانه داخل بيقول صباح الخير. فاهم؟ بيخافوا جدا. صباح الخير، الناس صاحيه الصبح، مغلق للتجديدات. انا مش عايز اتعامل مع بني ادمين، انا ما بتعاملش مع بني ادمين، بصطبح الصبح اقول صباح الخير. ففي ناس عندها المقدره العصبيه مش موجوده وشايف ان هو ممكن يتجوز عادي. المقدره الصحيه واحد يقول لك انا بلغت يبقى اتجوز. لا هم اصلا ما ينفعش. بيحفزوك اصلا على الجواز احيانا من المدخل ده. يعني طبعا في الافيه الظريف بتاع شر لابد منه. ايه ده؟ ايه التشجيع ده؟ ايه التسويق ده؟ ده مش ماركتنج خالص. تقول لي شر لابد منه، ايه لابد منه حلو يا اخي اخش ليه؟ واحد قريبنا كل علاقتي بيه ان احنا لما بنتقابل في اي تجمع بنقف نشرب سجاير مع بعض. دي كل علاقتنا ببعض. انا ما اعرفش اسم الثلاثي ايه، تمام؟ قال لي عايزينك نتكلم معاك يا علي. انتوا مين؟ قال لي لا تعالى بس نتكلم مع بعض في البلكونه. قعدنا في البلكونه. قال لي ايه بقى؟ صح؟ ايه بقى؟ ايه؟
لان في نقطه ارتكاز في الجمله في السؤال. يعني ممكن تقول لي ايه اللكاعه دي او ايه الرخامه دي بقى، فاقول لك رخامه ايه ونتكلم، يبقى بنكون مع بعض. لكن ايه بقى ايه كده احنا في مسلسل كوري مفيش كلام بيتقال. قال لي احنا قلقانين، قلت له انتوا مين؟ قال لي انا بقول لك احنا قلقانين. قلت له انا عارف ان انت بتقول لي ان انتوا قلقانين، انا عارف ان انت الفاعل بتاع الجمله بتقول ان انتوا قلقانين، انتوا مين؟ قال لي احنا في العيله. الراجل ما نعرفش اسمه الثلاثي، وواضح ان هو جاي عليتنا انتساب اصلا. قعد معايا قال لي احنا عايزين نطمن عليك بقى وتتجوز. هو المشكله ان هو مش بيعمل معايا اي كونتاكت خالص. هو في عالم تاني خالص. وببص له معاك يا عمي، انا بقول لك عمي دي تقديرا مني، خلص امي. ها معاك يا عمي، بص لي معاك. عارفه لما في واحد بيبص يعني مش معاك اهو، نفس الازمه عندي بس دونيه اكتر. يا عمي معاك، كان ليه؟ قول لي انا معاك والله، بص لي بص لي يا عمي، مش هينفع كده، قول لي. قال لي عايزين نطمن، انت راجل عندك 37 سنه فايه؟ قلت له فايه؟ قال لي وبعد كده؟ قلت له يبقوا 38. الحياه سهله والله، بس انتوا اللي معقدينها جدا. انا 37 هيبقوا 38. لا عايزين نطمن. طب يعني ايه؟ قال لي هو انت ايه اللي منعك؟ مش معاك فلوس؟ يعني انا لو معايا فلوس طب ما نأجر. لو دي الازمه نأجر. لا هو التشجيع اصلا ما فيهوش مشاعر، ما فيهوش انسانيه، في قدرات ومؤهلات. معاك فلوس تجيب الفيرنا الزرقاء، معاك شقه، معاك بتاع، فيبقى انت كده عندك مقدره ماديه. لا طبعا الموضوع مش كده خالص. ده هو بيقول لي في مرحله من المراحل لا ان شاء الله تتجوز سنه ونفهم. طب احنا مش محتاجين نشطب شقه بقى، ما اتجوز في الصاله المغطاه. اجرها اسبوع، يلا يا رجاله علي هيتجوز رجاله، انا اللي اطمن كلها على علي لوحده، هو اللي بسبب ازمه. في ازمه والله يا اختي، انا محرج وانا بقول الكلام ده اصلا. فالتحفيز يقول لك شر بد منه ونتجوز وشوف لك واحده تخدمك، لان هو خنزقور اصلا بيدخل يرمي شراباته في كل حته ويهرش في سرته زي ما كنت بقول لك من شويه. هو متعود على الخنزره فعايز خدامه مش عايز بني ادمه. واحده تانية بتقول لها شوفي ظل راجل ولا ظل حيطه، عشان هي تابعه وملهاش شخصيه ومش مستقله. فالموضوع التحفيز اصلا موتر جدا. كل ده كون بقى، والقدره الماديه دي اكتر حاجه مش نظيفه في مصر. ما ينفعش العائق المادي. بس انت سادس مره تتكلم وهنزل. ولو نزلت لك او قلت للباشمهندس اسماعيل نور النور هتزعل مني قوي. انا واقف لوحدي على المسرح سايق تريلا، يا ابني فيه ايه؟ برتب ام الكلام ده، انت عيل باجي الصحيح. المقدره الماديه ما ينفعش تكون عائق عشان اتنين يكونوا مع بعض. يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال ان اتنين عايزين يكملوا الحياه مع بعض فنقول لهم الموضوع ده بيكلف فلوس. لا ده معناه ان الموضوع ملوش علاقه بالانسانيه ولا بالمشاعر. يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا لما اروح اتجوز ابو العروسه هيطلب مني طلبات كتير جدا. يعني ايه مكنه وافل؟ يعني ايه مكنه وافل في العفشه او في الجهاز؟ مكنه وافل اللي انا فاتح كافيه لاست اوردر الضيوف لما تجيلي اقول له لا والله مفيش وافل. ايه الوافل ده اصلا؟ والله ما انت يا عمي عارف الوافل بروح امك؟ عارفه؟ ما يعرفوش. مشبك من التجمع واخد تان، ما فيش، مش مفهوم معمول ليه. عايزين نوصل لايه بالبتاع ده؟ مش انا راجل من كفر الشيخ تديني بسكوت وكحك اعمل لك اللي انت عايزه، لكن وافل وكريم كراميل ساقط من تحت منه علبه مش عارف ايه. ما تسترجل انت اهو، عايزين ناكل حاجه حلوه. مش فاهم الدنيا رايحه فين. يقول لك مكنه ومكنه جيلاتي. ليه مكنه جيلاتي؟ وليه ليه لما نقعد في بيت مع بعض نجيب بيت 180 متر هنقعد في 20 سوا نتزنق جوه، وفي 160 متر عشان لو جالنا ضيوف محدش عارف الخير فين، يمكن ضيف يخش ولا حاجه تعجب الشقه يشتريها فنمشي. فنعمل 160 متر هناك قوي عشان لما الضيوف تيجي تتحرك بالباتيناج واحنا نتزنق في اوضه النوم. هي لو قعدت على التسريح هتعمل شعرها وانا بفتح الاكره تخش في ودنها تتعور 3 غرز وحوار ابن لذينه. يعني ايه اوضه اطفال وانا داخل اتجوز؟ يا عمي ده انا مش عارف الست اللي عندك دي ايديها كام صباع لسه. ده انا لو داخل اصلح غلطتي معانا شويه يقول لك لا لازم اوضه اطفال. وميكي راجل محترم كمل بيلبس بدله صيفي وعامل شعره ومش عارف ازاي واقرع اصلا، يقول لك عايز ميكي وبطوط في البتاع. عبس، ده فلوس يا حاج.
يعني احنا لو ربنا نفخ في صورتي في ليله الدخله معانا 9 شهور لسه، يا ولو خلقها ضيق زي امك هيبقوا 7 شهور، فمعانا وقت. لو خلاص يعني معانا وقت، كل يوم نحط جنيه هيبقى معانا اوضه اطفال، وهنجيب ميكي يا ابن الميكي. هنجيبه حاضر. لكن ايه؟ وبعدين طفل بعد 9 شهور اللي اصلا لما هيتولد الام هتقلق قوي وهي نايمه بالليل، فلازم ينام بالورب جنبنا. خد على كده بقى عالم وحياه لمده 2 سنين، كل ما الشوق يهفك والله اي حد بره في الصاله هيسمع صريخ، بس بص في عين الطفل خايف على امه من الحرام اللي انا اعمله، ابن الحرام اللي انا جايبه. يعني ايه اوضه اطفال؟ اوضه اطفال ايه؟ لسه بدري عشان نتكلم في التفاصيل دي. مش لازم البيت يبقى على سنجة 10، ما نكون البيت مع بعض. يعني تخيلوا ان احنا الزومبي هجموا خلاص، ودي مساله وقت، انا بوعدكم اقسم بالله. والله في الشارع بص عليهم موجودين اقسم بالله، مش بس الاستروكس. لا يا انت عاوز بيعضوا بعض وفي مشكله وانت فاكرني هم موجودين. مساله وقت والله، 2 3 4 ومع الحروب مع البتاع هيحصل، والزومبي هينتشروا وهيبقوا اشرس من كل الخيالات العلميه اللي ظهرت في الدراما الاجنبيه، لان هم من مصر. محدش عمل حسابهم الزمابي بتوعنا، ده احنا الزمابي هيظبطونا. وقت ما يبقى فيه زومبي والناس عايزه تسرفايف وتناضل عشان تبقى عايشه، مش محتاجين فلوس، محتاجين ان هم يكونوا ويشاركوا مع بعض انسانيا. هو ده المعيار، المشاركه هي كلمه السر. اي حد سعيد في حياته عشان بيشاركوا بعض، لكن اللي هو عايزين سقف يا بنت سقف، والله العظيم المظات، بس اللي يفهم اقسم بالله المظات. لكن هنا طول ما هي الحكايه واقفه ان مفيش مشاركه، ناس قاعده مع بعض في البيوت مش عارفين بعض، بيضربوا لنا عيال يجروا وسطنا في الكافيه، الواد يخش بوشه زي العربيه الفيات في الشيشه، يخش بالحضن بيصور مشهد ابن اللذينه، يقع وسط الجمر والنار والازاز والخرا، الناس تقوم عشان في طفل بيحصل، اخر 2 بيقوموا ابوه وامه، لان من جوه في لغه شغاله، في نظره كده بطرف العين وهو بيلعب في الموبايل. هي هتقوم دلوقتي، هي ماسكه الشيشه وفي حته تانية. لا ما انا على طول قايمه في البيت، هو في نازله عشان اقوم؟ الواد بيتسلق يا اولاد لا ناخد العيل نجري بيه نشوف لو متعور، لو اتحرق، لو اي حاجه، ما في يا هو احنا اباء من عصر مختلف، في ندم لان هم مش متشاركين، مفيش مشاركه خالص بينهم وبين بعض. طب سؤال بيطرح نفسه بقوه، بما اننا بنتكلم عن ريد فلاج والكلام ده، واتكلمنا عن المتصاحبين، كل اللي انا قلته ده كلام فارغ. انا اصلا كنت هموت وصاحب اول ما عرفت ان في حاجه اسمها بنات. بنات ايه ده؟ ايه يلا. بس احنا على عصرنا الموضوع كان مختلف قوي يا حبايبي. هو الاول كام واحد هنا مواليد الثمانينات؟ الحمد لله الحمد لله كترنا شويه. بقى لي فتره لما بسال واحد كده من بعيد وماشي اصلا، اللي هو انا مروح كده. طيب تسعينات؟ كسبوا يا علي كسبوا. بعد الشر بعد الشر. انا مغمى عينيا. الفينات؟ طيب انا هقول لكم على حاجه بعيده عنكم شويه بقى. احنا على ايامنا كان اللي يعجب ببنت عشان يسمع صوتها بتتكلم ازاي لازم يخطبها الاول. فانت ما تتكلمش معاها، انت هتلاقي نفسك فجاه قاعد على مذهب، صالون مذهب، وفي واحد بيكلمك في قاعه بقى في الحربيه والمش عارف ايه وقاعه النادي القضاه وشغلانه. بعد كده نعم؟ الدفاع الجوي دي فارقه جدا في اللي انا بقوله. انا ازاي نسيتها الدفاع الجوي دي؟
لا انا زعلان، زعلان. فرقت قوي معانا كلنا الدفاع الجوي دي. انت مواليد كام؟ 90. 90. اقعد ساكت بقى يا ابني، وانا قدك سنه 90 دي انا كنت بخربها. بس دي يعني طريقه ظريفه مني اقول لك ما تتكلمش تاني. قال يعني سكسي، فاهم؟ شفت اديني نسيت وادي فرحان انت كده. ده عشان وسام ده عمرو ابن عمتي، مش عارف اتكلم معاه. عمرو ابن عمتي اقول؟ لا عادي والله. والله عادي. ماشي. مرة لحظة من عمرو، انا قضيت طفولتي وصبايا كلها تقريبا مع عمرو ابن عمتي، يعني هو قريبين جدا جدا من بعض، هو اخويا الصغير. تحية كبيرة جدا لعمرو ابن عمتي دي. فعندنا في كفر الشيخ كان وقتها لسه المدينة دي صغيرة شوية. القصة دي مهمة جدا، ركزوا معايا فيها يا جماعة عشان هتعجبكم قوي. فالناس عارفة ان علي ده اخو عمرو، تمام؟ فلو حصل اي مشكلة الناس عارفة اصحاب عمرو ان هم هيروحوا لعلي اللي هو انا، تمام؟ وانا اسمي في العيلة عندنا علي الكبير عشان في علي تاني اصغر مني. حلو الكلام؟ فمرة مبسوط بان انا بشرب سجاير في البلكونة وبلغت وبقيت يعني واخد وضعي في البيت. فعيال انا بحطهم كده في ايه؟ يعني فئة مع العيال دي اصحاب عمرو، لكن مين ما اعرفش. واحد معدي كده قال لي علي يا كبير، ايه في ايه؟ قال لي عمرو بيتخانق في شارع نبوي المهندس. ايه بيتخانق وانا اخ كبير وبتاع؟ نطيت من البلكونه وبجري عشان بس الغريب ان الواد كان بيضحك. فانا مش فاهم يعني انت صاحبه ازاي؟ لا بس قلت علمت على الواد ده ان الواد ده ايه ندل، مش ساب عمرو بيتخانق ومشي وبيضحك، ده ايه قله الادب دي؟ خدت بعض جري على شارع نبوي المهندس عند ساعات الامل. في السكه قابلت مثلا 6 أو 8 اصحاب عمرو كانوا معاه في الدرس بيضحكوا بيقولوا علي الكبير اهو عمرو بيتخانق. فهم بيضحكوا عشان انا هتفشخ ولا ايه اللي هيحصل؟ لحد ما دخلت للشارع لقيت عمرو واقف مع جماعه اصحابه، رمى السيجاره اول ما شافني، اما كان محترم. دلوقتي بنلف لبعض عادي، سجاير لف يعني. وفي ناس واقفه وواضح الناس كلها سعيده، مفيش حد متوتر ولا التوتر بتاع الخناقه ولا الفرهده ولا القمصان اللي مفتوحه من هنا او التيشيرتات اللي اتليطت او حاجه. فيها عمرو قال لي مش هنا، طيب تعالى. قلت طيب متمشينا قدام شويه. ايه يا عمرو في ايه؟ قال ايه؟ في واحد معاه كلبين راح يستفز عمرو. فعمرو قال له يا ابني امشي وبتاع وكده. قال لا لا، لو انت ذكر حاربهم ولو انت مش عارف ايه، شغل عيال صغيره كده. المهم راح سايب الكلبين على عمرو. عمرو كلب عضه من رجله فمسك الكلب عضه. وده في وجهة نظري أذكى حل حصل في مشكلة مع كلب. هو إيه مفيش أسلحة؟ أنت بتعضني أنا؟ طب خد. هل ده شخص ينفع تستظرف معاه؟ الناس بتضحك وهو مش موجود، بس هيقف قدام عمرو ده عض الكلب هيعمل فيها إيه؟ هيعضني منين؟ مش عارفين. ريد فلاج برضه، كان لازم أعرف إن عمرو ممكن يعمل أي حاجة. عمرو هو الوحيد اللي انا لو قررت اعمل حاجه مجنونه انا متاكد ان عمرو هيبقى معايا قبل ما يعرف رايحين نعمل ايه. فتحيه كبيره جدا جدا لاخويا بقاله كتير ما حضرليش. انا اتعلمتها منه، لما يحصل ويبقى في زمابي في مصر انا هعضهم. يمكن ده حل، طب ما اعض الزومب انا يمكن يرجع بني ادم فابقى بخدم المجتمع. نعملها، ايه المشكله؟ ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا كراجل بيتجوز. انتوا قلتوا كام واحد متجوز هنا؟ حلو قوي. انا هاجي لكم على الجرح دلوقتي، ولو انا غلطان ادوني احتفوني بالبونبوني. ما ينفعش يبقى موضوع الجواز بالنسبه لي شيء مكلف جدا وتقيل ماديا جدا للدرجه اللي تخليني اصحى في الصباحيه ذكر قوي بس مفلس. حبيبتي مفيش فطار بس ايه رايك؟ يا فرحتي. ليه؟ لان احنا جبنا مكنه الوافل، جبنا الوافل ميكر which is حاجه يعني ملهاش اي داعي، لكن البيت لو بيتكون زي ما اجدادنا ربونا
لما يقول لك يا ابني انا خدت ستك في حله نحاس. هي جمله وحشه قوي، جمله وحشه محتاجه 2 اقزام، ما يعني وخيالات مش كويسه بتحصل في حله نحاس، فالصوت بيرن، يعني في شغلانه. كل واحد وخياله بقى. تمام. هذا المجتمع وهذه الثقافه اللي كانت كلها يا مؤمن كلها في مصر بتذاكر تحت عمود كهرباء واحد. هو عمود في مصر كلها بيجي له 3 اتوبيسات من سينا ووجه بحري وقبلي بيذاكروا كلهم وما بيتكلموش مع بعض. هذا الايفنت اللي اتعمل بدون فيسبوك، تمام، قاعدين بيذاكروا كلهم وكلهم طلعوا الاول. فانت لو جبت 2 ناقصين درجات في التاريخ، ده انا وانا قدك ما تخلصوا بقى. انت مش شغال موظف، لو انت الاول كنا نعينوك هناك وخلاص. كذابين جدا. بس هم عند اللحظه دي لا، احنا كلام الناس، كلام الناس لازم نعمل فرح يبقى على سنجة 10 لحد ما نتحسد فالجوازه تبوظ. هو كيف عندنا فلوس جدا. لا، الموضوع مش واقف على الفلوس، لان بكتر الفلوس في رجاله بتتعامل مع الجواز لو هي دافعه فلوس كتير بتتعامل ان انت ملكيه مش ان انت شريكه حياته، ودي كارثه. على الحرام المظات بتتقال، المظات. لا تكون فاكر انك هتضحك عليها وانت هو تمشي وخلاص، لا انا هديكم من خبرتي. حد شاف البرنامج ده؟ مش والله وانا كمان، بس هو ما حدش هيستثمر فيها تاني. الشركه جت قالت لي البرنامج ده عجبنا، عايزين نخرج من الاوضه بقى، ولو اتباع احنا لينا النص. قلت لهم ماشي. نص الصاله ما شافتوش، اللي هم بيحضروا لي دول ما شافوش اصلا. بجد والله شكرا جدا والله. يا ريت تبقوا تشيروا الحلقات بقى. هو انتوا يا جماعه انتوا بتستعروا مني؟ لا بجد والله. اصل في ناس بتبعت لي على فيسبوك وعلى انستجرام تقول لي يا فنان الحفله الجايه امتى، وانا لسه حاططها صوره، لسه اللي هو مش عاملين لك فولو، انت ما تشرفناش. يا فنان الحفله الجايه امتى عشان سأل مكنه بس معلش مكسل ابص عندك. 60% من اللي بيتفرجوا على اليوتيوب عندي مش مشتركين اصلا ولا مفعلين الجرس، وانا ما بطلبش حاجه من حد. والله اللي عايز يجي اتفضل. يا كل الكلام ده انا كنت محتاج جدا جدا ان انا ارتبط ببنت. بعد الكلام اللي انا قلته ده عرفته لما كبرت شويه ونضجت، ده لو انا نضجت يعني. بس نقطه بقى المهمه، فاكرين ان انا كنت في المدرسه، كنت في ثانويه عسكريه، كنت نصاب. فاكرين انتوا طبعا اكيد شفتوا الفيديوهات. كنت بقنعهم بحاجات عجيبه جدا، الطلبه والمدرسين. يعني ايه يجيبوا رمل عشان يدعكوا الحيطه؟ ما تفهمش، ما تفهم. لو حد بيحكي لي الكلام ده مش هصدقه. فبعد فتره كده في ثالثه ثانوي تقريبا او في اخر ثالثه ثانوي لاحظت ان العيال بطلت تيجي الطلعات الاجراميه بتاعت النصب دي. انا كنت نصاب كبير جدا في ثانويه عامه. رايح فين يا ابني؟ رايحين نلعب كوره وبتاع، ما تيجي معانا؟ لا يا عم انا رايح اقابل في المطلق. راح يقابل بقى بنت ولد جماد حيوان هو وحظ امه يعني. راح اقابل يا ابني، رايحين نلعب ضربات جزاء، رايحين نلعب بلياردو، رايحين مش عارف. لا يا عم رايح اقابل. والمقابلات عندنا في كفر الشيخ هي محتاجين نقف عندها شويه. في هذا المجتمع المنغلق كان العلاقه بين الولد والبنت ان هم لما يعرفوا يتقابلوا في جيلنا كانوا يمشوا في الشارع جنب بعض، بس هو على رصيف وهي على رصيف، بس الواد جايب سلسله حاططها من العروه دي للعروه دي وفيها مفتاح، اللي هو انا مقدم اولى حرامي. وهي الاجلاسير، كان في زمان اجلاسير يا ولادي ويا بناتي كان عليه تايتانيك بالعربي، وبيتحضن وكانه كل راس مالي او شعر تامر حسني، شعره حرفيا وشه مش باين، والبنات ماشيه بيه كده ويبصوا لبعض وخلاص. انا شايف العيال رايحه تقابل، وانا اصلا بالنسبه لي فكره ان البنات موجوده في الحياه ده شيء غريب. طفل مش فاهم حاجه وما بين اعدادي لثانوي خرفان قاعدين معايا في الفصل، مفيش بنات. انا يمكن مره واحده بس وانا صغير في ثالثه ابتدائي، كنت رجعت من السعوديه او رابعه ابتدائي، البنات بسوني في الفصل ففضلت خايف منهم طول عمري، كان شعر اصفر. والله بنت اسمها ندى والله ما انساها، وقفت على الباب سدت الباب وانا مش فاهم، انا واقف بتفرج عليهم. ماليش صحابه، لسه جاي من السعوديه، ما حدش بيصاحبني خالص، ومستغرب ان في بنات اصلا معايا في نفس الفصل. انا جاي من السعوديه من عند عبد الله بندوجه ابن المرأة.
وفجأة في بنات معايا، وفجأة بنت ضخمة وقفت على البتاع على الباب، والبنات بتقرب مني، فأكيد رايحين لحاجة ورايا، أنا أكيد هيخترقوني. أنا هلام بالنسبة لهم دلوقتي، وقعدوا يبوسوني في حتت غريبة. فأنا حسيت بالانتهاك وقلت وربنا ما رايح لناس تاني، ورحت أعيط. ففضلت خايف منهم فترة لحد ما بدأت أشوف صحابي بيعرفوا بنات، وأنا مستغرب يا جماعة إحنا على جيلنا الموضوع كان غريب جدا جدا، مفيش تواصل زي دلوقتي. انت دلوقتي عارف البنت دي بتحب ايه وبتتكلم ازاي وبتستظرف ازاي وبتهزر ازاي وصوتها ايه واهتماماتها ايه وبتروح فين. على ايامنا لا، احنا ما كانش في تواصل اصلا بيننا وبين بعض. احنا اول تواصل بيننا هاتفيا كان عباره عن ايه؟ يا محمد يا محمد. صبر بيصطاد محمد. وفين وفين لما الراجل يتضايق فيطلع يقول له مش موجود هو ويمشي. ده الصبر. لما حصل حاجة تكنولوجية صيحة اسمها التليفون الأرضي، يا كان مكنة تصوير مستندات فيها لا مؤاخذة في الكلمة قرص، تطلب الرقم كرر يرجع لك الرقم الثاني كرر، وهو راجع بينسى انت كنت طالب كام اصلا الجهاز. كان موضوع التليفون الارضي ده ومش عارف اسمه الارضي ليه، وما كانش فيه خصوصيه فيه. يعني احنا مش عارفين، احنا قعدنا سنين في حياتنا مش عارفين مين اللي بيتصل. دي حاجه غريبه بالنسبه لكم. يعني دايما الحاجات بالنسبه لنا انون، هو التليفون لما بيرن رد 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 انت رد رد رد، رن عاديه ترن 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 ترن. لكن لو سريعه ترانك ده من بره كفر الشيخ ترن 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 ترن، لازم نرد بسرعه مع ان خاله بيتصل يسال عادي. وكان الموضوع بالنسبه لنا غريب، مفيش خصوصيه فيه. التليفون لو رن لازم نعرف مين بيتصل وعايز مين. العماره كلها. لو جالي تليفون ياسمين بتسال على علي، في واحد بيجي مش عارف منين راكب حمار وطرطور، يا اهالي الشقه التليفون رن اسمها ياسمين، يا اهالي الشقه بتكلم علي مش عارفين في ايه، الحاضر يبلغ الغايب عشان ابوه مش موجود، فلما يرجع قولوا له ياسمين عشان يسالوا ياسمين مين، يقول له زميلتي عادي. في مهرجان ولازم نعرف مين بيتصل. بعد فتره ظهر حاجه اسمها موبايل. التليفون الارضي ده صغر بس طالع له حاجه مريبه جدا. هي ليها استخدامات تانية غير الارسال اكيد. وقال ايه يا اخويا وانت خارج بتاخده معاك ونتصل نعرف انت فين. بس الدقيقه كانت بثروه ب 175 قرش. يعني كان في لغه بالرن وقتها. رنه معناها انك تحت تنزل، رنتين طلع المكرونه صفيها وحط البطاطس في الزيت يلا بسرعه عشان فقرة وفي لغه بالرن. العيال الاغنياء دي اللي كانت تتكلم في التليفون من غير ما تبص في التايمر كل شويه عشان لو 60 ثانيه اتحسبت 3 جنيه ونص. عرفوا ازاي يعرفوا بعض في السكه دي؟ انا مش فاهم. ظهر بعد كده الام اس ان والياهو. كان في يا اخويا انت وهو وهي اعزائي مواليد الثلاثه اللي فات اللي قاعدين معانا كده، احنا قاعدين لوحدنا رجاله بتوع الثمانينات بقى شويه. دي عالم احنا هتجرب فين عشان هم يسعدوا بالحياه دي. والله اللي كان يشقط عندنا كان صايع. انتوا الشقط عندكم يمكن بخلقتك بس كده، الموضوع عندنا كان فن. قال لك في كابل بيخش الشقه منين ما تفهمش. الكابل ده تحطه في الكيس تبقى على النت. ده بالنسبه لنا ايه ده والله العظيم بجد. بس الكابل ده خلي بالك لما هتشيله من التليفون مفيش تليفون ارضي. وساعتها يا اخويا بيحبك قوي ان خالتك تتصل وامك عايزه مش عارف مين وابوك عايز مين. حبك دلوقتي قاعدين من ساعتها اصنام قدام اهم الانباء. فجاه انت خدت، فلازم السلك ده يتسرق. تاخد سلك النت تخبيه في اللكلوك
حد يندهلك تقلع البتاع بشويه ورحت جايب له اللي انت عايزه وترجع تركبه تاني، واول ما تحطه في الكيس فضيحه. في كارثه بتحصل. فاللي هو ما كانش ليه داعي، حط امه واخلص بسرعه اللي انت عايز تعمله. ظهر الياهو. اقول لك يا اخويا، الياهو ده فيه رومز. احنا كنا عشان نتكلم مع الناس، مع الخلق في العالم، بندخل حاجه اسمها روم او غرفه. غرفه في الكمبيوتر. ايه ده؟ تدخل تلاقي ناس باسمه وجنبها بيتكلم زي السيناريو كده والحوار. ايه ده؟ ده في واحد اسمه ايه العراقي بيقول حاجه، مش عارف مين الليبي بيقول حاجه، طبعا بيشتموا بعض كالعاده، يعني كله بيشتم بعضه. فدخلت جروب اسمها، دي كانت اول جروب ادخلها، اسمها السالب والموجب. لا مش عشان من كفر الشيخ، عشان ما اعرفش النت. انا مبسوط قوي بالالفينات اللي هو ايه مش عارفين صح وربنا معقول. ده تاريخ يا بنتي، تاريخ. واحد اسمه السالب والموجب، فدخلت قلت ليه تبقى سالب؟ خليك موجب. وبتكلم بحماسه العشرينات الجميله. يعني ايه؟ ليه تبقى سالب في الحياه؟ هو مش في الحياه، انا اللي فاهم غلط. وما خدتش بالي، وده هغششكوا الفينات، ان مفيش ولا بنت في الروم. فلما دخلت قلت لا خليك موجب، انا موجب وفخور ان انا موجب وطول عمري موجب. دخلوا كل السوالب، هاي 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 هاي. لا بلاش اقلع هنا. وانا كراجل خدوم ومعطاء، اللي بيقول لي هاي بقول له هاي. ايه اس ال، ايه اس ال كان ايه؟ ايدج لوكيشن، ايه سكس لوكيشن. يعني انت عندك كام سنه، نوعك ايه، مكانك فين، مش مهم اسم امك اصلا، مش عايز، يعني مش مفهومه. كل ده كوم. والام اس ان ده كان اروق بكتير بقى كده. الام اس ان ده انا كنت شاطر جدا في الكيبورد. كان عامل الله يرحمه عنده مكتب تصوير مستندات وطباعه وكده، وكنت بحب اكتب كتير، وكان الكمبيوتر دخل بيتنا وانا صغير، فبعرف اشتغل على الكيبورد حلو قوي. فكنت بعمل ايه بقى؟ عمال اكلم بنات الدنيا والدين، اي جنسيه، اي، هم طبعا كلهم حاطين صوره البطه الصفراء اللي وراها لبني، وكان حوار. دي كانت عشان تبعت لك صورتها الحقيقيه، مش نودلز يعني، فاهم؟ لا هو اوعدك واحلف بالله ومش عارف ايه، الصوره دي عمرها ما هتطلع، تبعت لك صوره في الاخر حيوان. مش مستاهله كل الوعود دي يعني. فتعرف بس خلقه الانسان اللي بتكلمك، احنا ما كناش عارفين شكلهم. الواد ده اشتغلني 3 مرات انه بنت. انا هلع جاكيت بس. ايوه. انتوا قاعدين شويه ولا محتاجين تمشوا؟ قاعدين يلا بينا. ايه؟ روح ايام وتعالي ايام. طلع الام اس ان. فانا كنت بعمل ايه بقى؟ فول سكرين، لان انا بكلم كذا واحده، فالت وتاب بقول لي دي بق، الت وتاب باخد دي كلمه، الت وتاب بروح هنا، مش عارف، الت وتاب ماشي بقى. بص بحرت في الكيبورد حراته ديب 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 ديب، وفخور جدا ان انا سريع. بس كان بيجي لي عائق، وهو الانفار، مش البنات اللي بتكتب كلمه تدوس انتر. هاي علي ازيك، بص بقول لك ايه، انا عايزه اتكلم معاك ضروري، شوف امتى هتكون موجود. ها لول 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 باز. باز ده كان كنترول جي. حبيبه قلبي، تحيه كبيره جدا جدا لامي. الحفله اللي فاتت ما كانش ليها اي طعم من غيرك، اقسم بالله. شوف الناس المحترمه الجميله. تسلم وتعيش. لا لا زي الفل، زي الفل، الحمد لله على سلامتك يا ست الكل. تحيه كبيره جدا جدا لامي. التحيه التانيه دي كذب عشان عايز اشمر بصراحه، ما بحبش اكذب عليكم يعني.
الباص ده كان كنترول جي، عشان لو الاخر اللي قدامك بيعمل حاجه، لانه انسان بيعمل حاجه، لا رد دلوقتي. فكنترول جي باظ، الباظ ده كان بيطلع لك يا اما ختم كده باظ بوم كده، يا اما شفايف ضخمه جدا. انا كنت بحب الشفايف، ما بحبش الباظ ده اللي هو. فامي كذا مره تقول لي مثلا تعالى عايزاك تعمل حاجه معايا وكده، فلا ثواني عندي التهابات في البار تحت. الناس قاعده بتنور كده وتنور وانا مفول سكرين عشان لما نط على الويندو دي اللي بتتكلم عن الرنجه ماشي، دي الت وتاب دي اللي بتتكلم عن اللبس ماشي، دي الت وتاب اللي بوعدها ان انا مش هطلع صورتها ابدا في عصر ما فيهوش اصلا معلومات، فماشي حاضر. وفي الاخر خالص امي شافتني قلقت، شايفاني قاعد بدبدب بقى على الكيبورد برجلي عمال بتك تك 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 تك، فقالت لي في ايه؟ بطل رغي شويه. فقلت لها حاضر، فاكر اني عايزه الكابل عشان التليفون او حاجه، او عايزه الانترنت. قلت لها خلص دلوقتي. قالت لا بطل رغي شويه، هي بتتكلم امتى عرفوا بعض؟ هي فاكره بكلم واحده. ما تعرفش ان في كوافير حريمي بيتكلم معايا دلوقتي. تقول لي اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير. ماشي حاضر. طبعا كاي صبي مراهق من النص اللي موجودين منه ما بنسمعش الكلام، وبيتضح ان الكلام فعلا كان صح. امي نصحتني نصيحه مهمه جدا جدا لما بدا يبان ان علي في بنات بتكلمه، واحنا طبعا كتمانينات لما كان في بنت تتصل احنا ما اتعلمناش نتكلم مع بنات، ما شفناهمش اصلا في حته. فالبنت بتتصل فاحنا بنرد بنعومه قوي. ايه زي الاخبار؟ الحمد لله. لا وبنقفش بس كده برضه ايه مارشميلو خالص. لا انا مش موافق نطلع الرحله دي، لا مش هينفع. بقول لك ايه، اسمع الكلام. تسمع الكلام ازاي؟ وروح امك. يعني زي ما انت اتشديت لصوت ناعم، هي محتاجه تشوف اي اماره. لا ايه الاخبار يعني، جلون طجن معاها في الكلام مفيش. قالت لي جمله لما بدات تلاحظ ان انا بخرج مع بنات وبقابل بنات، قالت لي خلي بالك من حاجه مهمه جدا. اي عيب او تفصيله هتشوفها في الشخص اللي انت بتتكلم معاه او البنت اللي انت بتتكلم معاها، تاكد ان هي هتتضرب في 10 او 15 بعد ما تكونوا في علاقه مع بعض. زي ما انت بالظبط مش باين منك غير 10%. دي نصيحه مهمه جدا لكل الناس اللي داخله في علاقه دلوقتي، لان احنا فعلا مش باين مننا غير 10%. بنحاول نبقى حلوين وبتاع، وبنحاول نبقى لطاف قدر الامكان، وبنتصالح شويه مع عيوبنا، ده ما بيحصلش. فخدت المعلومه دي قلت لا، هي امي عارفه مثلا فلانه منين ولا عارفه فلانه منين، وقد كان. وان مش بس العيوب بتتضاعف، ده العيوب بينزل معاها عيوب تانية زي الموتزاريلا كده. يعني يبقى عصبي، اعرف انه بعد الجواز هيبقى عصبي وقليل الادب وهيمد ايده عليك وهين اهلك ويضرب ويحبس ابوكي في الاسم عادي. هي لو كذابه او ما عندهاش شرف الكلمه، اعرف ان هي ممكن بعد كده تبقى حاجات اصعب من كده بكتير. هو بتاع بنات قدام هيبقى نتفليكس، يعني ممكن يزول. فالتفصيله دي مهمه جدا جدا جدا. وسبحان الله ربنا اداني علامات مهمه جدا وبرضه كنت بنفض. يعني سمعت يا اخوان انت وهو بيقول لك في حاجه اسمها ايه؟ ديت. ايه ده؟ انا كراجل من كفر الشيخ قال لك يا اخويا انت تكلم البنت تقول لها يلا نتقابل، تقول لك يلا عادي. وهتيجي لوحدك؟ يا نهار اسود. هتيجي وربنا بجد؟ هاجي لوحدك، يعني مش مدخلتك، هاجي بقى اللي هو خايف ان انا اقفز او يعني مش فيش الكلام ده. يلا نتقابل. خرجت اول ديت مع فتاه لن انساها. كان ميعادنا الساعه 8، الساعه بقت 8 وربع، 8 ونص، 9 الا شويه كده. وصلت بالسلامه وقالت لي انا اسف ان انا اتاخرت. وده بالنسبه لي من كفر الشيخ عالم غريب عليا، لان انا لا فاهم في الخمره ولا في الستات ولا فاهم نفسي، لسه عيل صغير. قلت لها ايه في ايه؟ عايز امشي من هنا، المكان ده ذكرياتي فيه مش حلوه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب حاسب يلا نمشي. وقعدت. فانا من الافلام معلوماتي ان بس اللي بيسكروا دول بينسوا. فقلت طب ما اقعد كده اشوف يا هيقوم عايز اقوم امشي من هنا. حاضر. رحت حسبت بسرعه طبعا عشان نخرج من المكان فيها 50 دقيقه، لانها قررت تتاكد من المحاره بتاعت المكان بوشها الاول. تخبيط يمين وشمال، طلعنا فوق بره المكان، ماشيين في الشارع فضيحه.
انا بابا كان بيضربني وانا صغيره. طيب مش لازم الفكهاني يسمع، انا معاكي والله وسرك في بير، خلينا لوحدنا. لازم وترجيع تقطق ايه يا باشا؟ لا، كمية وجبات نازلة زي ما هي، لعب أطفال، ملابس، في نعامة ماشية معاهم محافظ وسلاسل. ايه اللي انت، طب يرجعوا من العالم ده ازاي؟ اديكي بخرطوم ميه في وشك ولا سكر ولا ملح ولا بقدونس، ولا بترجعي ازاي؟ وصلني شارع مش عارف ايه. عارفه، عارفه عارفه. واسكتي اسكتي، يعني انت مش قد الشرب ما تشربيش، بس اسكتي عشان انت لازم نمشي في ميادين، لان الريحه لو في زقاق في وسط البلد كارثه. الناس بتنزل ايه في، معلش يا حاج المدام معفوره زي ما انت شايف. انت فين في الشارع ده؟ قالت لي هناك. قلت لها في تحتك حاجه؟ قالت لي في. قلت لها تحت البيت في حاجه؟ في مطعم وحش قوي. لا مش هناكل عنده. المطعم اسمه ايه؟ مش عارف ايه. انا عايز خص مين دلوقتي؟ احنا عايزين نروحك. انا من ساعه ما قابلتك وانا بروحك، ما قعدناش اتكلمنا مع بعض. طيب يلا وصلنا في مكان. انا سعيده قوي ان انا يلا يا بنت. قعدت سنه فاكر ان الديت فكرته ان واحد سكران والتاني بيوصله. من كفر الشيخ يا جماعه، كفر الشيخ والاصول والكلمه الموزونه والحوار مش ده خالص. صعب دي خليها لي احنا، ما هم مش. قال لك انا اتاخرت بنت اللذين. تاني مره واحده قليله الادب جدا جدا جدا. سيبك من القعده ساعه و40 دقيقه بتكلمنا عن الاكس. دي حركه مهينه جدا لاي انسان في الدنيا. والكلام يا اخويا ايه؟ باللمسه واللعبه. هو كان بيعمل، هو كان بيخلي، وانا قاعد ماشي. انا عايز بس تاخدي نفسك يا بنت الجزمه عشان ننقل الموضوع. فاقول لها انت عارفه ان في الفضاء؟ تقول لي رسم لي مكوك في مره. قعدتوا مع بعض شهر. ايه اللي يخلي انسان قاعد في علاقه مع واحده في شهر يرسم لها مكوك؟ ايه الفكره يعني ده؟ ومفيش. بحاول شيكابالا بيحاول ياخد الكره منها يوديها في حته، مفيش. والله لا اتكلم عن الاكس لحد ما اموت. سيبك من دي. قليله الادب دي في مره كان برضو ميعاد الساعه 8. واضح ان الغلطه في 8 مش فيا انا شخصيا. ميعادنا الساعه 8، جت الساعه 9، 9 ونص، 10، 10 ونص، 11، 11 ونص و5. حسيت بالاهانه. لا انا في المواعيد ما اقولكش. ايه ده المواعيد؟ ميعادنا 8، تيجي 8 ونص بالكتير، لكن 12 الا شويه. فمشيت بعد ساعه بعد الساعه مثلا 12، بعد نص الليل بربع ساعه، لقيت رساله جايه لي: انا في المكان، انت فين؟ الخط باين عليه انها كده بالضوافر. انا في المكان، انت فين؟ واقفه هي هناك بقى في الخماره بتاعتها. هو الواد ده غبي ولا ايه؟ مفيش انا اسفه، مفيش انا اتاخرت غصب عني، مفيش اي، لا مفيش. انا في مكان، انت فين؟ بعت لها رساله سخيفه جدا. قلت لها يعني انت ميعادنا الساعه 8، بالكتير اتاخري نص ساعه. لقيت نفسك اتاخري شويه، ابعتي رساله وانت تتاخري. لكن انت كنت جاي على بيات سنت. بيات ده انا بقى اللي من كفر الشيخ خالص. انا بشكركم جدا 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 جدا. ده كان وقتي. الف 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 شكر.